بتبدأ الحكاية وبنعرف إن حد بيطلع فوق السطح وبنعرف إنه ولد، فالطلاب يقولوله متهربش واشرح لنا اللي بيحصل، فمش عارف يعمل ايه. فالطلاب يا صديقي عمال يمسكوه، عايزين يمسكوه يا صديقي ويضربوه، فبيقرر ينتحر يا صديقي وبينط فوق المدرسة. فبيقول لنفسه الكابوس ده يمشي أخيرا. المهم نلاقي بنت بتقول انت اللي أكلت الكعكة اخبرني. المهم بيرجع بنفسه فلاش باك وبيقول انا اسمي جين كوي، عندي 19 عاما، نفسي ارتبط في اي بنت وتحبني. هو بيبقى يا صديقي حياته بسيطة جدا في الدراسة وكل حاجة. المهم ده دخل في دكته يا صديقي وبيفكر في اي بنت تعجب بيه. المهم يا صديقي بنلاقي المعلم بيخش الفصل، فبنلاقي بنت بتمشي وراه، فبنلاقي بنت يا صديقي بتخش الفصل يا صديقي وهو المعلم بيشرح الحصة. المهم نلاقي بقى الطلاب اول ما بيشوفها بيقول لها دي مية اجمل طالبة في المدرسة وعريضة ازياء، إيه اللي جابها هنا وبتطلع بالتلفزيون. فحرفيا بيريلوا بجمالها مش عارفين يسيبوا، ولا بتعبرهم تمسك ايد بطلنا يا صديقي، فحرفيا بالصدم جينكوي. فبيقول لنفسه دي مية أجمل فتاة في المدرسة، ايه اللي جابها هنا. فبتكون مكسوفة يا صديقي، فبتجمع سكتها وبتمسك ايده وبتقول اللي أنا حامل بطفلك، فحرفيا بيصدموا. فبيقول لها ايه اللي بتقولي ده. فالطلاب بيقولوا له انت ازاي بتعمل كده يا منحرف، انت لازم تتعاقب والكلام ده، وبيشتموه ويقولوا انت سافل. فبيقولوا له انت ازاي بتعمل كده. فبتبقى مكسوفة برضه وبتقول له ده طفلنا عنده 3 شهور سلم عليه والكلام ده. فبيقول لها اسكتي بقى انت بتدويني اي مشكلة، انا شفتك على التلفزيون بس. فصديقي بيقولوا اصحابه بيقولوا له انت بتحاول تنكر يا ابن الكلب، فاحنا هنضربك ضرب عشان تسمع الكلام. فبيقول يا جدعان اسمعوني انتوا مش فاهمين غلط. فبتقول بقى مش لازم تشرح، فبيمسك ايديه، فالاخبار حرفيا بتنتشر على الانترنت وكله بيشوفها. فبنلاقي بنت بتشوف كده الصور، فبنلاقي بيكسر الموبايل. فصديقي بنلاقي الطلاب عمال لسه بيدوروا عليه، فبيقول اخيرا عرفت اثره. فبنلاقي لقطة رومانسية صديقي، فبتقول له هي، فبيبقى حرفيا فرحان. فبتقول اخيرا ابننا اللي احنا جبناه ومش عارف ايه. فبيقول لها اسكتي ارجوكي، انا عمري ما شفتك غير مرة واحدة، هي ديت انت جاية لي بمصيبة. فالموجهة بتقول يلا يا جينكو هي تعالى المكتب. فبيقول انا هحاول اروح المكتب عشان احل المشكلة دي وعشان فاهميني غلط. فبيقول انا هقابلك بعدين. فبتقول هو بيعرف يجري. المهم بنلاقي هو بيجري يا صديقي من الطلاب، فبيقول انا عايز اخلص من ام الخرا ده. فبنلاقي يا صديقي ان عملة النظافة مروقة، فبيبهدل الدنيا وبياخد المقشة. المهم الطلاب بيقولوا له مش هتعرف تهرب تاني، فبيقول لنفسه بقى مش هتعرفوا تمسكوني تاني. فبيرمي المقشة عليهم وحرفيا بيطير واحد واحد، وبنشوف واحد بيتخبط على الازاز حرفيا. المهم فبيقول بقى عشان ما تجوش ورايا تاني. فبنلاقي حد يا صديقي بيزقوا حمام البنات، فبنلاقي بنتين قويين جدا حرفيا. فبيقول انتوا الاتنين عاوزين ايه مني انتوا كمان. فبنلاقي يا صديقي كورة بتخبط في وشه حرفيا. فبنلاقي ان البنت دي هي دي اسمها كيدا دي اجمل فتاة رياضية. فبتقول ايه اللي بيحصل ده في الاخبار. فبيقول لها كيدا انت عاوزة ايه مني، انت اصلا مش مرتبطه بيا حتى. فبتقول له ايه اللي بتقوله ده انا حبيبتك وعملنا البينجا بونجا وكل حاجه والكلام ده، وبتقول لي انت نسياني. فبتشتمه بتقول له يا سافر وبتضربه يا صديقي. فبتقول ازاي انت تقول كده، ده انت وعدتني والكلام ده وبالحب والكلام. فحرفيا بيصدم وبيقول لها يا الرئيسه. فهو بقى بيتعصبوا بيقول انت ازاي تخلي الرئيسه بتاعتنا تعيط يا صديقي. فبتقول انتوا اهدوا انتوا الاتنين انا عارفه اتصرف معاه. فبيقولوا له امشوا بقى. المهم بتمسك ايده يا صديقي وبتعمل حركة المرة بقى والكلام ده. فبتقول له انت لازم تشرح لي اللي بيحصل يا جينكوي، وقول بدل ما انا اتعفصك كده زي الكورة. فبيقول لها اهدي شوية وانا هقولك. فالمهم يا صديقي بنلاقيهم خارجين يا صديقي من الحمام، فبيقولوا ده طلع لي في البخت ولا هي ايه النحس ده. المهم يا صديقي بنلاقي بنتي بتقول جينكوي بتكون حضناه، فبتقول يلا نرجع لاولادنا نروتو ومينك. فبنعرف يا صديقي ان البنت دي اسمها شياو. المهم بقى بيقول بقى انت مين انت كمان، وكل واحده تطلع لي بقى في اي حاجه. فبنلاقي يا صديقي بتقول انت ازاي تعمل كده وازاي مش عارفني والكلام ده. فحرفيا الطلاب بيصدقوا، فبيقولوا له انت ازاي بتبقى ناسي ولادك. فالمهم يا صديقي بنلاقي بقى حد بيمسك ايديه، فبنعرف انها البت كده بتبقى ماسكه ايديها. فبتقول لها اهدي انت كمان انت مين. وكل واحده تقول لي يا حبيبه جنك، فبتقول لي انا مراته اصلا والكلام ده. فيا صديقي كل الطلاب عملوا يصوروا الاخبار والكلام ده، فبيقول ان دي فرصتي عشان اهرب. فبيهرب يا صديقي.
فبتقول البت جينكو هرب. فبنلاقيه يا صديقي بيطلع فوق السطح، فبنلاقي اللي مية مستنياه. فالمهم يا صديقي كله عمال يجري، فبنلاقي شياو بتقول له جينكو فهو حتى كده بتقول هوي. المهم يا صديقي شياو بتقول البت دي هي اللي بيحبها. المهم يا صديقي بقى فبتقول كده اشرح لنا ايه اللي بيحصل، فمش عارف حرفيا يعمل ايه. فالطلاب بيقولوا له اشرح لنا ايه اللي بيحصل، وحرفيا مش عارف يعمل ايه، وكله عاوز الكلمه دي. فمش عارف ايه وبيتجنن يا صديقي، وبيقول انتوا كلكم انتوا عايزين الحقيقه، انا ما اعرفش اي حاجه ولا اعرف البنات دول عشان تكونوا عارفين. فالبنات حرفيا يصدموا هما التلاته، فبيقولوا انتوا لو مسكتوش اللي انا هنط وانتحر يا صديقي. فحرفيا الطلاب مش بيصدقوه، بيقولوا له انت بتكذب وانت مش هتنط اصلا. فبيقولوا له اشرح لنا ايه اللي بيحصل قبل ما احنا نموتك. فحرفيا يا صديقي بيقرر يسيب ايده، وحرفيا بيقول الكابوس ده اخيرا ينتهي. فبنلاقي يا صديقي فجوة زمنية بتظهر يا صديقي على العالم، فبنلاقي كل حاجة اتحولت واقفة، كل حاجة واقفة. فحرفيا فاكر هو ميت، فبيقول ايه ده كل حاجة واقفة ازاي وكل ده. فبنلاقي يا صديقي بنتي بتكون طايرة، فبيقول الوقت وقف ولا ايه. فمن حرفيا بينزل على الارض كأنه نايم على السرير عادي. فالبنت بتنزل ورا، فهو بيشوفها، فبتقول له انت بقى جينكو الهادي بقى والكلام ده. فبتقول له انت ازاي بتاكل الشوكولاته السحريه. فهو حرفيا بيصدم بيقول لها الشوكولاته السحريه. فبنرجع فلاش باك، فبنعرف يا صديقي شاف كيكه ودق يا صديقي. فبنعرف يا صديقي اللي بيدوق الشوكولاته بيجيله حاجه سحريه، والبنات حرفيا يقعون بحبه، واي بنت بتدوق الشوكولاته زيه بتحصل هرمونات، فاي بنت بيحبوا الولد. فبيقول يا لهوي انا ضيعت مشكله. فبتقول له ايوه حظ اوفر ليك بقى. فبيقول يا لهوي من كارثه. لو عجبك الفيديو يا صديقي اوعى تنسى تعمل لايك واشتراك في القناه وفعل الجرس ليجيلك كل اشعارات كل جديد، وانا هكمل لكم الحكايه ان شاء الله. تعمل لنفسك دعاية، عرفهم انك قاعد معايا. جاية معاك بسيطة صيطك، لو على سكة جيتها خيطك، على وشك بمطوة اخبطك، خبطة تشرف اللي سلطك.